يا مساء الفل او صباح الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. اعزائي مشاهديني متابعيني، انا بعتز بيكم جدا وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. جايب لكم فيديو مهم جدا، هو ازاي تشوف القنوات اللي انت مشترك فيها. يعني لو انت مشترك في قناة، طبعا كلنا مشتركين في عدة قنوات متابعينها مثلا، وساعات مثلا ببقى عايز ادخل اشوف انا مشترك في قنوات ايه وكم قناه مشترك فيهم والكلام ده كله، وازاي تلغي اشتراكك من اي قناه منهم لو انت عايز تلغي اشتراكك في قناه منهم. بس قبل اي شيء يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ويا ريت ما ننساش نصلي على النبي في كومنت، وما ننساش نعمل لايك للفيديو لو عجبك. بقول لك لو عجبك، يعني انا بقول لك اهو من دلوقتي، لو عجبك الفيديو يا عم اعمل لايك للفيديو. في بداية الموضوع هنخش على اليوتيوب. حلو، الابليكيشن بتاع اليوتيوب العادي خالص على موبايلنا، مفيش اي مشكلة. الصورة اللي تحت على الشمال تحت ديت هي صورة قناتي، طبعا دي كلها حاجات عادية خالص كلكم عارفينها. هندوس على صورة القناة بتاعتي وهخش على القناة فوق من الاسم بتاعها من فوق كده. كده انا دخلت على القناة جوه. الثلاث نقط اللي فوق على الشمال دول هندوس عليهم كده، وهندوس على كلمة الاعدادات. دخلنا هنا على الصفحة دي. بعد ما نخش على الصفحة دي هتلاقي عندك الاعدادات العامة تبديل الحساب ومركز العائلة والاشعارات وعمليات الشراء والاشتراكات والفلاتر والدفعات وادارة كل السجلات. وهنقف عند ادارة كل السجلات لان هي دي اللي انا عايزها. ادارة كل السجل دي، ادارة كل السجل اللي انا بنور لك عليها دي، هنخش عليها. ماشي، بعد ما نخش عليها وتفتح معانا والدنيا تبقى زي الفل، هنلاقي عندنا فوق 3 اختيارات اللي انتوا شايفينهم قدامكم فوق دول، اللي هي تحت كلمة سجل يوتيوب هتلاقي السجل، وهتلاقي عناصر التحكم، وهتلاقي التفاعلات. ال3 اختيارات دول احنا مش عايزين منهم اي حاجة غير اختيار التفاعلات اللي انا واقف عليه حاليا ده. بعد ما نخش على التفاعلات هندور مع بعض هنا على حاجة اسمها اشتراكات القناة. حاجة اسمها ايه يا جمال يا حلوين؟ اشتراكات القناة. ننزل تحت شوية كده هنلاقي كلمة اشتراكات القناة اهي، برضو هقف لك عليها واعمل لك عليها علامة اهي كأني هاخدها كوبي. اشتراكات القناة هنخش عليه. شوف بقى يا معلم، ادي الاشتراكات اللي انت مشترك فيها كلها، دي كلها قنوات انت مشترك فيها. هتمسكهم بقى قناة قناة. حلو، طبعا بيبقى في قنوات مثلا انا مثلا مدي لابني التليفون يلعب بيه شويه، اشترك لي في كام قناه كده انا مش عايز اصلا اشترك فيهم. طفل وبيلعب، مثلا انا نفسي اشتركت في كذا قناه وما فادتنيش بعد كده وعايز الغي اشتراكي فيها، او انا عايز الغي اشتراكاتي وخلاص. من يعني انا بتكلم وبعمل الفيديو للناس اللي عايزه تبص على القنوات اللي هي اشتركت فيها، الناس اللي عايزه تلغي اشتراكات مثلا لقنوات مش عايزه تبقى مشتركه فيها. الفيديو ده معمول ليهم. بص هتلاقي كله مكتوب جنبه على اليمين تم الاشتراك في كذا، تم الاشتراك في كذا، تم الاشتراك في كذا، تم الاشتراك في كذا. معايا كل قناه فيهم او كل صوره فيهم. شفت حرف الاكس اللي فوق كل صوره ده؟ هو حرف الاكس ده اللي انت هتلغي منه الاشتراك. هتنزل بقى انت وتعمل بحثك كده وتدور، لو انا بقى القناه دي عايزها، دي عايزها، دي عايزها، دي عايزها، دي عايزها، دي مثلا قناه منوعاتي ديت مش عايزها، او مدايس على الاكس اللي فوقيها. معنى ان انا دوست على الاكس اللي فوقيها واختفت كده يبقى انا لغيت اشتراكي معاها، يبقى انا لغيت اشتراكي في القناه دي. ماشي، دي قناه تانية مثلا اهيت انا يعني مش محتاجها في حاجه، بدوس عليها برضو بلغي اشتراكها. مصابيح ومش عارفه ايه، طب مش عايزها في حاجه. مثلا القناه ديت برضو مش عايزها في حاجه. اشتركت مثلا في قناه زي ديت، يعني اي اكس اي اكس فوق اي صوره من دول هتدوس عليها هتبقى انت كده لغيت اشتراكك فيها. مجرد ما تدوس على الاكس كده تبقى انت لغيت اشتراكك فيها. تمام، هتلاقي مثلا قناه انت بص بقى، انت دور بقى واعمل مع نفسك ايه. وعشان تتاكد ان كلامي مظبوط اختار قناه مثلا يعني انت عارفها كويس. اختار قناه انت عارفها كويس، مثلا لو يكن مثلا القناه الاولانيه اللي فوق خالص دي اللي عليها صوره نمر دي، انا عارف القناه دي بتاعت مين مثلا ومتاكد ان انا عارف الشخص دوت، فبدوس على الاكس اللي فوق صورته والغي اشتراكي معاه واقوم خارج وراجع راح لليوتيوب واعمل سيرش عن القناه. هتلاقي نفسك
جايبه لك الاشتراك في القناه، يعني انت لغيت اشتراكك فيها. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، لو استفدت من الفيديو يا عم والفيديو عجبك وانا عارف ان هو هيعجبك، ما تنسانيش في اللايك، الاشتراك في القناه لو مش مشترك، فعل زر الجرس. شكرا ليكم والسلام عليكم.